أهلا بكم حضراتكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كل الأسئلة أو هجاوب على كل الأسئلة اللي الناس سألتها في التعليقات الفترة اللي فاتت بخصوص الشغل في شركة أمازون. فلو ليك أي سؤال أستأذنك تركز معايا في الفيديو ده، إن شاء الله مدته مش هتبقى طويلة، وهتلاقي كل الإجابات وكل الإفادة اللي حضرتك محتاج تعرفها بخصوص الشغل في أمازون. نتقابل بعد الإنترو. أهلا بكم مرة تانية. دلوقتي في بعض الأسئلة جات لي في التعليقات بخصوص الشغل بعد الشرح، فحابب أوضح النقط دي وأرد على الأسئلة دي، فياريت الناس كلها تركز معايا علشان نقدر نوضح النقط دي للناس، بحيث إن أنت تبقى عندك كل حاجة وكل شيء محتاج تعرفه عن الشغل في شركة أمازون لو معاك عربية. طيب، أول سؤال جالي في التعليقات كان بيقول لي إيه هي الفروع المتاحة للشغل في أمازون. أنا قلت وذكرت في الفيديوهات السابقة إن فرع القطامية وده بيخدم القاهرة، يعني بيخدم القاهرة. في عندنا فرع أبو رواش وده بيخدم الجيزة، جزء كبير من الجيزة اللي هي الجيزة وأرياف الجيزة وأكتوبر وإمبابة والمهندسين والدقي والزمالك والمناطق دي. وفي فرع في طنطا ده بيخدم طنطا وجزء من الدلتا، يعني بيخدم طنطا، بيخدم الغربية، بيخدم كفر الشيخ، بيخدم المنوفية. في فرع تاني اللي هو فرع اسكندرية وده بيخدم اسكندرية والساحل ومطروح. طيب، هل هي دي الفروع؟ هي دي الفروع دلوقتي المتاح الشغل فيها. طب هل متاح في كل المناطق؟ لا، يعني لو قلنا بالنسبة لمنطقة القطامية أو الفرع بتاع مدينة نصر، ده محتاج ناس في مدينة نصر ومحتاج ناس في التجمعات ومحتاج ناس في مصر الجديدة حاليا. بالنسبة لفرع الجيزة أبو رواش ده محتاج ناس في أكتوبر ومحتاج ناس في منطقة إمبابة. بالنسبة لطنطا محتاج ناس في كفر الشيخ حاليا ومحتاج ناس في المنوفية وبعض الأجزاء من محافظة الغربية. بالنسبة لفرع اسكندرية ده محتاج ناس لإسكندرية حاليا، اسكندرية فقط، يعني اسكندرية، برج العرب، الكلام ده. ده بالنسبة للسؤال الأولاني. طيب، أنا هاخد كام شحنة في اليوم أوزعها؟ ده السؤال التاني. الموضوع ده بيتراوح، بيختلف من عربية ملاكي لعربية فان. لو حضرتك معاك عربية ملاكي وبتشتغل شفت صباحي فأنت بتاخد حوالي من 40 ل60 شحنة. لو معاك عربية ملاكي وشغال صباحي هتلاقي نفسك بتاخد حوالي 100 شحنة. وده بيختلف زي ما قلنا على حسب نوع العربية، لأن العربية على حسب اتساعها بتقدر تشيل عدد شحنات أو عدد قطارات أكتر. تمام؟ طيب، في سؤال برضو جاي اللي هو السؤال التالت، كان بيقول لي عدد الكيلوات اللي أنا هعملها في اليوم هي هتبقى قد إيه؟ دي حاجة أنا مقدرش أجزم بيها ولا أقدر أقولها لك إلا لما تنزل على الأرض، بس هو في العموم الزون اللي بتشتغل فيه بيبقى زون صغير جدا. تمام؟ لأن المنطقة الواحدة اللي أنت بتشتغل فيها يعني لا تتعدى 4-5 شوارع، وده لأن معاك زمايلك ومعاك ناس كتيرة بتشتغل في نفس المنطقة. فأنت كعدد كيلوات أنا أقدر أقول لك ده هيبقوا قد إيه، ده متوقف على عدد الشحنات اللي أنت بتاخدها في اليوم. طبعا ده سؤال ده نسبي مش تقدر تعرفه إلا لما تنزل على الأرض، بس هي أمازون بتراعي إن ما يبقاش الحرق كتير علشان تقدر تنجز وتخلص الشغل اللي معاك. طيب، هي المرتبات، السؤال اللي بعديه، المرتبات بتختلف من فرع لفرع؟ بتختلف من فرع لفرع. يعني لو هنيجي نبص هنلاقي إن معظم الفروع، فرع مثلا القطامية هو الأقل سعرا. تمام؟ كأساسي، لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات السابقة إن هو بيبقى المرتب أساسي زائد عمولة. فالأساسي في فرع مدينة نصر مش زي الأساسي في فرع أبو رواش أو الجيزة. في الجيزة أعلى، يعني عشان لو قلنا إن هو بيبتدي أساسي 8500 عفوا 8500 زائد 5 جنيه على كل شحنة في فرع القطامية أو فرع مدينة نصر، فهو في فرع أبو رواش عامل 11 وشوية، 11500 زائد برضه 5 جنيه على كل شحنة. طيب، في طنطا، لا، في طنطا أعلى، بتوصل ل 13 ونص. تمام؟ ده الأساسي زائد برضه 5 جنيه على كل شحنة. في اسكندرية زيها زي القاهرة اللي هو برضه 8550 زائد 5 جنيه على كل شحنة. بس زي ما قلنا إن في المتوسط في الآخر إن المندوب كمتوسط للعربية الملاكي فهو بياخد حوالي 18,000 جنيه. دي متوسطات المرتبات
في الفروع كلها. المرتب بتاعه بيوصل لحوالي 18,000 19,000 على حسب. ده بالنسبة لو ملاكي. لو عربية فان فأنت بتعمل من 22 ل 28,000، وده برضه زي ما قلنا راجع لعدد الشحنات الكتير اللي أنت بتاخده. تمام. ده سؤال. في سؤال تاني كان بيقول هو المرتبات والقبض بتبقى يوم ايه او كل قد ايه؟ المرتبات في امازون بتبقى شهري، وعادة بتقبض يوم 4 في الشهر. هل في حساب للزيت؟ السؤال اللي بعديه، هل في حساب للزيت والبنزين؟ لا، هو مفيش حساب للزيت والبنزين، هو بيبقى عاملها عملية تقديرية كلها كاملة، بس هو بيديك حوافز بعيدا عن القبض للبنزين وحوافز تانية للانتظام بتاعتك، فدي بتعوض دي أو دي بتشيل دي. وفي نفس الوقت هو حاسبها إجمالا، إن شايف إن المرتبات أو متوسط المرتبات دلوقتي في مصر بالنسبة للناس اللي بتشتغل بعربيات ملاكي 18,000، وبالنسبة للفان بيعدي 20. طيب في سؤال تاني بيتسأل لي برضه، هل في سلف أسبوعية ممكن أقدر أخدها؟ تقدر تاخد سلف أسبوعية كل أسبوع، كل يوم حد وكل يوم تلات تقدر تاخد السلفة اللي أنت عايزها بضمان المرتب بتاعك. شرط إن أنت يكون حسابك أو مرتبك مغطيها يعني. طيب في سؤال تاني بعد كده، هل في شغل مسائي أقدر أشتغله بعد الشغل بتاعي في أمازون؟ في بعض الفروع محتاجة ناس، حاجة اسمها السيم داي، ده بيشتغل مسائي، بتبقى من الساعة 4 أو الساعة 5 على حسب برضه كل فرع، ومش موجودة في كل الفروع يعني، هي موجودة في القاهرة وموجودة في الجيزة، مش موجودة في بقية الفروع التانية. طيب في سؤال تاني جالي، هو الزون قد إيه؟ إحنا ردينا على السؤال ده قبل كده، زي ما قلنا الزون صغير جدا، بيبقى حوالي 4 أو 5 شوارع في كل منطقة. وبرضه أديك عملية تقريبية على الموضوع ده، عندنا فرع مدينة نصر مثلا بيشتغل فيه حاجة و50 مندوب دلوقتي، ومحتاجين نكمله مثلا ل70 مندوب. فأنت لك أن تتخيل إن منطقة زي مدينة نصر كل مندوب شغال فيها في زون قد إيه؟ يعني اقسمهم كده، اقسم بخيالك المنطقة دي متقسمة على عدد المناديب ده، فهل كل واحد شايل المنطقة قد إيه؟ طيب سؤال بعد كده بيقول، عربيتي قديمة ينفع أشتغل بيها في أمازون؟ بص، هي أمازون يعني بتشدد في الحتة دي شوية، بتبقى محتاجة العربيات تكون موديلاتها بعد 2000. طب هل أنا لو عربيتي أقل من كده ينفع أشتغل بيها؟ يعني ممكن نقول مثلا 98 95 ممكن، بس ده راجع برضو لحالة العربية. لو العربية كويسة جدا وماركة محترمة وكده ممكن تشتغل بيها. لو عربيتك قديمة شوية عن الحاجة دي بنحاول إن احنا يعني نشغلها يعني أو ندخلها. طيب في سؤال بعد كده بيقول لي، هي متوسط المرتبات قد إيه لو عربيتي فان، وهل بتختلف عن الملاكي؟ أو نفس السؤال برضه ردينا عليه قبل كده، وقلنا متوسطات المرتبات للملاكي 18، متوسط الفان 22 فيما فوق. طيب في سؤال تاني بيقول، هل كل يوم بنزل منطقة ثابتة ولا بتتغير كل يوم؟ لا، بتنزل كل يوم نفس المنطقة اللي اشتغلت فيها من أول يوم. نادرا أوي لما بتغير، ممكن لو حد من زمايلك غاب تقدر تشيله مثلا في يوم، وده بيبقى مرة أو مرتين ممكن في الشهر، على حسب طبيعة الشحن يعني، إنما هي مش حاجة موجودة كل يوم يعني. هي منطقتك اللي بتنزلها كل يوم. طيب في سؤال تاني بيقول لي، إيه المطلوب عشان أقدر أتعاقد؟ كل المطلوب من حضرتك البطاقة والرخصتين يكونوا ساريين، مش أكتر ولا أقل. ولو معاك لو العربية مش باسمك، بتجيب بقى عقد الإيجار اللي أنت مأجر بيه العربية، بتجيب لو العربية في توكيل بتجيبه عشان تقدر تشتغل. طيب هل الشغل بشتغل في أمازون نفسها ولا عن طريق وكلاء؟ أي شركة شحن في مصر، أي شركة شحن في مصر هتروح تقول لها أنا عايز أشتغل عندك، هتقول لك روح امضي مع وكيل الأول وتعالى. فهم بيشيلوا الحتة دي من دماغهم عشان ما يبقاش هو مسؤول عن المندوب في أي حاجة يعني، بيبقى انت ليك عندي مرتب وبس، مش اكتر ولا اقل. فانا مش هشغل دماغي بيك، حتى انت لو جيت عملت اي مشكله او اي حاجه فانا كلامي مع الوكيل بتاعك. طيب في سؤال تاني بيقول لي، هل بمضي على ايصالات امانه؟ اي شركه شحن هتروح تشتغل فيها لازم هتاخد ضمان للشحنات بتاعتها. انت بتشيل شحنات كبيره وغاليه، ممكن تشيل ايفون مثلا ب60 70 الف جنيه، ده شحنه واحده، فتخيل بقى انت خارج ب60 شحنه. وفي طبيعة الحال كمان انت مش كل يوم هتخرج بعدد الشحنات هيمضيك عليها، فهو مرة واحدة بيمضيك على ضمان للشحنات، بيبقى مرة واحدة، وبعد كده خلاص ما بتبقاش محتاج تاني ان انت تمضي كل يوم على حاجة. وبتاخد ايصالاتك او بتاخد الضمان بتاع الشحنات ده بتاخده بمجرد ما حضرتك بتسيب العمل بتاعك بتبلغ بيه، بتاخد او بتسترد الحاجة بتاعتك لو ما عليكش اي متعلقات.
طيب في سؤال تاني بعد كده بيقول بنزل الشغل خلال قد إيه من وقت التعاقد؟ يعني إجمالا بحوالي 5 أيام. يومين بيتعمل على حضرتك استعلام أمني يتأكد إن معلكش أي أحكام قضائية أو أي حاجة. بعد كده بيبقى اللي جاي كله خلاص، يعني تجهيز اليوزر بتاعك والتريننج اللي بتحضره بس. طيب في سؤال بعد كده بيقول هوزع ازاي او ايه اللي هعمله يوميا لما انزل الشغل؟ محتاج شرح لو سمحت. طيب هو يوم الشغل بتاعك يوم طبيعي جدا وعادي. انت بتروح الشركة في الميعاد اللي بيبقى محددهولك السوبرفايزر بتاعك. قال لك مثلا 8، قال لك 9، قال لك 10، فانت خلاص بيبقى ميعاد انت اتفقت عليه مع السوبرفايزر بتاعك وبتنزل تشتغل. بتستلم الشحنات بتاعتك، بتراجعها، تتأكد ان اللي موجود معاك يعني اللي موجود معاك في ايدك هو نفسه اللي موجود على الابليكيشن. وبتبتدي الابليكيشن نفسه بيعمل لك خط السير اللي هتنزل توزع بيه، يعني كمان مش انت اللي بتعمل خط السير. وبتبتدي تنزل تسلم للعملاء الشحنات، ولو معاك مرتجع او معاك كاش بترجع تاني ترد على الستيشن او المحطة، تسلم الشحنات اللي معاك وتورد الفلوس اللي معاك وبتمشي. هل بياخد ده؟ هل في عدد ساعات معين بتشتغله او مربوط بيه؟ لا، هو لازم تعمل محاولات على الشحنات كلها، وبمجرد ما بتخلصها بترجع الفرع. خلصت في ساعة، في 2، في 3، دي حاجة راجعة عليك انت. طيب في السؤال الأخير معايا، هل في شغل مندوب بس من غير عربية؟ بصوا حضراتكم، هو الموضوع ده موجود بس هو ليه شروط معينة. يعني لازم المندوب، يعني في موديل كده بيشتغل في امازون حاجه اسمها هيلبر، ده بيبقى سواق وعربيه، يعني سواق ومندوب ولا ايه. بس لازم يشترط ان السواق يكون يعرف المندوب. يعني لو انت عايز تشتغل في امازون كمندوب ومعاك حد معاه عربيه عايز يشتغل، ممكن انتوا الاتنين تنزلوا تشتغلوا على نفس العربيه. حضرتك اللي هتطلع تسلم الشحنات للعميل وهو مجرد انه بيسوق لكم بس. والمرتب المرتب بيبقى للهيلبر بيختلف عن السواق طبعا بياخد النصيب الاكبر عشان هو اللي بيحرق بنزين وزيت والكلام ده، والجزء الاقل بيبقى للمندوب. تمام. في ناس شغاله الموضوع ده مثلا كعربيات شغالها بثابت 14,000 ثابت، والمندوب بياخد له حوالي 4000 جنيه او 5000 جنيه على حسب برضو كل زون وكل منطقه. وفي ناس بتشتغل الجزئيه دي بالشحنه بياخد ثابت، وعلى حسب الشحنات برضو ثابت للعربيه، وشحنات بقى بتتحسب بالشحنه نفسها. تقريبا دي كده كل الاسئله اللي جات لي، فانا كنت حابب ان انا احطها في فيديو وارد بيها على الناس، لعل وعسى تكون بتوضح حاجات كتيره للناس اللي سالت. وبرضو انا بقول لحضراتكم اي حد محتاج اي حاجه استرشاديه ممكن يرجع للفيديوهات السابقه ويبص عليها ويشوفها. لو الظروف اللي انا بقولها مش مناسبه ليك، ففي شركات تانية موجوده معانا على نفس القناه ممكن حضرتك برضه تاخد فكره عنها. تمام، وتبص عليها. لو عجبت حضرتك ممكن برضه ترجع لي اكتب لي في التعليقات السؤال بتاعك. انا حاطط الرقم اللي عليه التواصل او المقابلات موجود برضه في صندوق الوصف، هتلاقيه موجود تحت الفيديو. تمام. وحاطط اللوكيشن كمان بتاع المقابلات سواء كان في المهندسين، وفي برضه لوكيشن لمكان تاني او لفرع تاني غير الفرع الرئيسي موجود في شيراتون، فأيهما أقرب لحضرتك ممكن حضرتك تشرفنا وتعمل مقابلة. وهتلاقي الموضوع سهل والموضوع بسيط جدا، مش محتاج أي أزمة. هتلاقي ناس كتيرة شغالة معاك، في حوالي 2500 مندوب شغالين بنفس الطريقة وبنفس المنظر في أمازون بس. فدي حاجة راجعة لحضراتكم. يا ريت اللي محتاج حاجة يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه. وأتمنى إن حضراتكم تشيروا الفيديو مع أي حد يكون محتاج أو بيدور على فرصة شغل بعربيته. يا ريت حضراتكم تشيروا الفيديو معاه، وأكون شاكر لحضراتكم لو اشتركتم وسجلتم إعجابكم. شكرا لحضراتكم، شكرا.